أن الله معنا بذاته عقيدة الحلولية الذين يعتقدون بأن الله حال في خلقه. فليحذر طالب العلم أن يسيء فهم كلام بعض أهل العلم فينسب ذلك إلى الأئمة. قال شيخ الإسلام إن الله معنا بذاته، قال فلان إن الله معنا بذاته، فليتهم فهمه. وهذا من آفات طلب العلم من بطون الكتب بدون العرض على أهل العلم. العلم يؤخذ من أفواه الرجال، تحفظ المتون ثم تعرض الكتب على أهل العلم فيفسر لك فتفهم. لا تغتر بذكائك المفرط، احمد الله على ذكائك لتفهم إذا شرح لك الدرس. أما كونك تستقل بالكتب، دعوا الناس هؤلاء، نحن رجال وهم رجال، نتعلم من الكتب تضيع ضياعا. خذ هذه نصيحة صريحة، إن لم تدرس على أهل العلم من ترى إنه أعلم منك فإنك تضيع، وهذا ظاهر. هذه الأخطار منتشرة الآن في باب العقيدة، ونسبة الأقوال إلى أهل العلم على خلاف ما عندهم من آفات الاكتفاء بالمطالعة. طالع المسائل العلمية الأخرى، أما الدين عقيدة وشريعة تأخذ من أفواه الرجال.